مساء الخير. نادي الزمالك بيعدي بفترة صعبة جدا على جماهيره وعلى إدارته وعلى محبيه وعلى متابعيه وعلى كل حاجة. اللي بيحصل في نادي الزمالك مش هقول جديد على قد ما هو كان متوقع. رئيس نادي الزمالك دخل النادي في نفق مظلم. الفترة الجاية هيبان إذا كان هيعرف يطلع تاني نادي الزمالك من النفق ده ولا هيكمل فيه فترة طويلة من المشاكل والصراعات جوه النادي. رئيس نادي الزمالك دخل نفسه في مشاكل وفي قواضي وفي محاكم وما خدش باله ان هو هيجر في ظهره النادي، وده اللي حصل وده كان متوقع. يعني في ناس كتير قوي كانت، وانا كنت واحد من الناس، كنت بقول ازاي كمية الشتيمة اللي الصبح وليل بتتقال على ناس بعينها وعلى القناة بتاع قناة نادي الزمالك. وكانت الدولة، احنا كنا بنقول الدولة فين من الكلام ده كله. يعني احنا كنا بنحاول، وكل المذيعين وكل النقاد وكل البرامج الرياضية بتحاول ان هي تبعد عن فكرة التعصب ونبذ التعصب، بتحاول ان هي تنبذ التعصب وحاجات زي كده. اما تيجي تبص اللي كان بيحصل، كان شتيمة علني كل يوم الساعة 11 بالليل على قناة نادي الزمالك. الناس كلها كانت بتسأل فين تدخل الدولة من حاجة زي كده. الوحيد اللي ما كانش شايف ده او ما كانش واعي لحاجة زي كده كان سيادة المستشار، اللي ما بقاش مستشار دلوقتي يعني. اتحكم عليه في قضية سب الكابتن محمود الخطيب وكابتن واخت الكابتن محمود الخطيب الله يرحمها بشهر حبس. ما بعد الشهر حبس كان تاني يوم على طول اما طلع قرارات من وزارة الشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية ان خلاص تم كده كده. طبيعي ان انت اما بيتحكم عليه بحاجة مخلة بالشرف او حاجات زي كده، خلاص طبيعي ان انت بيسقط من رئاسة اي نادي او رئاسة نادي الزمالك. تاني يوم بدأ المشاكل تبان. يعني تاني يوم بدأوا ان هم المفروض طبقا للقانون المجلس بينعقد والجمعية العمومية، وبيحاولوا ان هم يوصلوا لرئيس لنادي الزمالك حتى لو مؤقت لغاية ما ينعقد جمعية عمومية تانية ويحصل انتخابات ونشوف رئيس نادي الزمالك الجديد. بدأ المشاكل هنا. عينوا رجل فاضل في رئاسة مجلس نادي الزمالك. لا، قالوا احنا مش عايزين الكلام ده. بدأ يخشوا في مهاترات جانبية. كابتن خالد لطيف بدأ ان هو يقول لك انا الاحق برئاسة النادي، انا امين الصندوق والقانون بيقول. بدأنا نخش في المشاكل اللي بتحصل دلوقتي. حتى الآن لا يوجد رئيس رسمي لنادي الزمالك. لا يوجد رئيس رسمي لنادي الزمالك، وده بيودينا لمشاكل هتحصل، مشاكل كبيرة. احنا كل ده لسه ما دخلناش للجانب الفني ومشاكل الجانب الفني واللي بيحصل في الفرقة. احنا كل ده بنتكلم في الإداري، والإداري حدث ولا حرج. انت بعد حبس رئيس نادي الزمالك في كلام تاني يتقال؟ يعني اكن مكتوب على رئاسه، مكتوب على نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك الهم دايما واللي هم يبقوا في الوضعيه دي دايما. مش عارف ليه يعني. تحس ان مفيش عقليه نابغه، عقليه محترمه. طبعا ده مش صح يعني. انا يعني الواحد بيقول مجازا يعني. انا متاسف ان الواحد بيقول كده، بس فين لعيبه نادي الزمالك الكبار القدامى العاقلين اللي يقدروا يديروا النادي؟ الجمعيه العموميه عليها علامه استفهام كبيره. الجمعيه العموميه لنادي الزمالك ما بتشتغلش يعني بحس ان هي ماشيه بالاهواء، باللي يدفع اكتر. ما فين المسؤوليه تجاه الجمعيه العموميه بخصوص النادي؟ مفيش. اي حد بيجي يعني ما لهمش اي دور،
فين الاختيارات الناس العقلانيين ان هم يقدروا يمسكوا رئاسة نادي الزمالك ويكملوا بيه الطريق. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك مش صغير، وبدون نادي الزمالك مفيش نادي الاهلي، وبدون النادي الاهلي مفيش نادي الزمالك. هي المنافسة كده، مع احترامي لكل الاندية، مع احترامي يعني اي اسم نادي انت عايز تحطه في المعادلة، بس بوجود نادي الزمالك، بوجود النادي الاهلي، بوجود النادي الاهلي، وجود نادي الزمالك. ف يعني غريب اللي بيحصل في نادي الزمالك على مدار سنين، على مدار سنين. في مصلحة مين اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ الله اعلم. بس خلينا بس نوصل لنقطة ان اللي حصل الفترة الاخيرة او من كام يوم، حبس المستشار، حبس الاستاذ مرتضى منصور، ده ملوش علاقة بالايادي الخفية او في حد عايز يوقع النادي او حاجات زي كده، لا خالص. نادي الزمالك المرة دي دخل المعركة ودخل النفق المظلم بإيد اللي ماسكينه. يعني ممكن كان قبل كده كان في ظروف بتدخل النادي لحاجات زي كده، انما المرة دي رئيس نادي الزمالك هو اللي دخل النادي في مشكلة كبيرة محطوط فيها دلوقتي. الدولة طبعا ما تقدرش، الدولة احنا بنحاول يعني الدولة طبعا دولة قانون، فاحنا بعد حكم القضاء لا يوجد شيء، وكلنا كنا مستنيين حكم القضاء، وده كان شيء لابد منه ومفروغ عاجلا ام آجلا. كان هيتم حبس مرتضى منصور عشان ده كان علامة استفهام كبيرة. الموضوع طول وخد وقت كبير جدا، فاللي فيه نادي الزمالك دلوقتي دخل فيه بإيد رئيس نادي الزمالك، مش أي تدخل من أي جهة. ده حكم قضائي بناء على سب وقصف لشخصيات كتير. ده بالعكس، يعني انا لسه سامع خبر امبارح ان تم حكم في القضيه كان الاستاذ عمرو اديب كان رافع قضيه سب وقصف على الاستاذ مرتضى منصور، وتم الحكم فيها بمحكمه 6 اكتوبر امبارح بحبس شهر تاني، يعني غير الشهر اللي هو يقضيه هيتحبس شهر تاني. فده كان عاجلا ام اجلا كان لازم يحصل. طبعا في ابواق اعلاميه بدات تظهر في الايام الاخيره ان انقذوا الراجل 63 سنه 73 سنه 74 سنه، فحرام ان هو يتسجن في سن زي كده، وخدوه ودوه المستشفى بالليل في نفس اليوم اللي دخل فيه السجن بالليل. انا ما اقدرش اتكلم على حاجه زي كده. حتى كان في ابواق بتتكلم ان يعني نروح للكابتن محمود الخطيب ونبوس على راسه وعشان يعفو عن شيء، يعني يعفو عن الحكم، بس خلاص هو ده حكم، فمفيش ما بعده حاجه. الكلام ده كان قبل الحبس وقبل حكم القضاء، كان ممكن يحصل صلح، يحصل تنازل او حاجات زي كده. طبعا بعد حكم القضاء مفيش. اللهم لا شماتة. انا هنا مش بشمت خالص، دي حاجه ما تفرحش ولا اللي ضده حتى. اللهم لا شماتة. الحبس مش حاجه كويسه ومش حاجه الواحد يعني الحمد لله ده مش طبعنا، وما تربناش على كده، وطالعين من بيوت ما علمتناش ان احنا ما علمتناش ان احنا نشمت في حد. الحمد لله علمتنا الاصول وان احنا عمرنا ما نشمت في اي حد مهما كان معايا، يعني ليه معايا خلاف او لا. خلينا نرجع لموضوع ده تاني. نادي الزمالك عنده ماتش بكره الجمعه مهم جدا. الماتش ده يبقى مفتاح طرق بالنسبه لنادي الزمالك، الزمالك وبيراميدز في الدوري. ماتش بيراميدز ده هتجيبها يمين هتجيبها شمال، الزمالك لو ما كسبش بكره كده اعرف ان الزمالك رايح في النفق اللي كلنا اتكلمنا فيه. ماتش بكره مفترق طرق مهم جدا للفرقه. يعني ماليش دعوه، خلاص احنا خلصنا الشغل الاداري ومين اللي هيمسك او مين اللي مش هيمسك او مين اللي جاي، مفيش مشكله. دي يعني دي هيحاولوا يتولوها بعيد عن الفرقه. بس اللي الواحد متاكد منه ان موضوع زي كده اكيد هيأثر على الفرقه. موضوع اداري بالشكل ده بسقوط رئيس نادي الزمالك او حبسه هيأثر على فرقه كره القدم. نتمنى كمصري
انا مش هخفي انتمائي، يعني الناس كلها عارفه ان انا اهلاوي. اتمنى كمصري الفرقه تطلع، فرقه نادي الزمالك تطلع من اللي هي فيه، وتحاول ان هي تفصل ما بين والقائمين على الجهاز الفني او المشرف على الكوره او المدير الكوره. طبعا ما عندهمش الايقونه دي يعني، بس المشرف على الكوره طبعا وكابتن اسماعيل يوسف والاسامي اللي موجوده في الجهاز يحاولوا يفصلوا الفرقه عن اللي حصل الايام اللي فاتت. يعني يحاولوا ان هم يفوقوا الفرقه ويخلوها تمشي هي في اتجاه بعيد عن اتجاه المشاكل. ده لو ما حصلش يعني مفيش كلام نادي الزمالك، فرقه نادي الزمالك مش يعني هتاخد فتره طويله لغايه ما تقف تاني، فتره طويله جدا. مكسب بكره، مكسب ماتش بكره عفوا مكسب ماتش بكره مهم جدا لجماهير نادي الزمالك وفرقه الكوره في النادي الزمالك. مش هقول ان هو ماتش سهل، اكيد بيراميدز عايزه تكسب عشان خاطر تطلع تنافس في المقدمه، تبقى في ظهر النادي الاهلي عامله ضغط دايما اكيد. فماتش بكره مش هيبقى سهل على نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك هي اللي هتثبت هي عايزه تعمل ايه بعد كده. يعني احنا لو شوفنا ماتش الترجي منتهى الاستسلام، منتهى يعني لا مبالاة. الجون الاولاني جه ما عندناش مشكلة، يلا نستقبل التاني، مفيش الحتة ان انا اضغط ان انا عايز اجيب تعادل. ايه المشكلة انا في تونس في رادس ايه يعني، انا نادي الزمالك العب اضغط، لا ما كانتش موجودة خالص بالنسبة للعيبة. دخل الجون الاول مفيش عادي. الجون التاني نفس الكلام عادي، ما كانش فيه الحته بتاعت انا كبراء نادي الزمالك، لا انا ما اخسرش. حتى لو تونس مطوشه تونس بتبقى صعبه، يعني احنا ما بنقولش ان هو رايح يلعب فرقه درجه تانية، لا ده بيلعب الترجي التونسي على عينه وعلى راسي. بس فين التكتيك، فين اللعب، فين الاداء، فين الروح حتى بتاعت اللعيبه، ما كانتش موجوده. كانوا سايبين الماتش خالص. فيعني ماتش بكره هنرجع تاني ونتكلم ان ماتش بكره مهم جدا 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 لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك. لا اما هيكمل في الطريق اللي هم كانوا عايزينه وطريق البطولات، او يحاولوا ان هم يعوضوا اللي فات في المطوشه اللي وقعت، او هيخش النفق المظلم كإدارة وكفريق كوره. ماتش بكره مهم جدا 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 لنادي الزمالك، وانا اتمنى انا كاهلاوي، وده مش هخفي انتمائي، يعني الناس كلها عارفه انتمائي، انما كمصري لا، انا اتمنى ان نادي الزمالك يفوق من اللي هو فيه، عشان وجود نادي الزمالك وجود نادي الاهلي. وجود نادي الزمالك يساوي وجود نادي الاهلي. احنا مش هنضحك على نفسينا، كل الفرق الموجوده في الدوري مع احترامي ليهم ما بينافسوش بنفس القوه ونفس الحماس اللي موجود فيه الاهلي والزمالك. مهما كان نادي الزمالك وجوده مهم جدا 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 في الكرة المصرية. نسيبنا ونبعد عن فكرة التحفيل والمهاترات اللي احنا بنقعد نضحك فيها ونهزر، ولا انا غلبتك، لا انا خسرتك الماتش اللي فات، لا انا مش عارف مين جاب ايه، لا انا مش عارف. الكلام ده كله على جنب، احنا الكلام ده كله المفروض واخدينه بمبدأ الضحك والهزار، مش كلام بجد، او ان احنا نتعصب او فبتمنى من كل قلبي نادي الزمالك يفوق من الكبوة اللي هو فيها، ويبعد عن مشاكل الإدارة. ويمكن اللي حصل اليومين اللي فاتوا ممكن يفوق نادي الزمالك ويحطه على الطريق الصحيح برئاسة شخصية محترمة لنادي الزمالك، تقدر ان هي تقود الفرقة وتقود النادي بشكل احترافي وبدون بص للمنافس. يعني كان كل هم اداره النادي الزمالك الفتره اللي فاتت ان انا المنافس بيعمل ايه، انا هعمل زي المنافس، او احاول اقلل الاهلي بيعمل ايه. طب ده غلط. كان قناه الزمالك بالليل تفتحها تلاقي اكنك بتتفرج على قناه الاهلي. انا بسمع اخبار الاهلي، انا ما بسمعش اخبار الاهلي من قناه النادي الاهلي. انا بفتح قناه الزمالك بالليل عشان اسمع اخبار النادي الاهلي.
وده مفيش حد بيعمل كده، مفيش حد بيعمل كده. فكانوا واخدين اتجاه مش باصين خالص على نادي الزمالك. خليك في يعني خليك في نفسك، اعمل واشتغل وابني لناديك، محدش هيقول لك حاجه. النادي الاهلي بيعمل ايه المشكله؟ انا مالي كنادي زمالك؟ ابني انا لفرقتي، اعمل لفرقتي. انما اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت ان كان الشغل الشاغل لرئيس نادي الزمالك واللي تحتيه كله النادي الاهلي. احنا عنينا على النادي الاهلي. طب في الاخر المحصله صفر. طبعا اللي بيسمعني ممكن يقول لي محصله صفر ايه؟ ما انت واخد 2 دوري واخدين كاس واخدين سوبر. هي ما تتحسبش كده، ما تتحسبش كده. ادينا وصلنا اهو لمفترق طرق ونقطه مظلمه في تاريخ نادي الزمالك، حبس رئيس نادي الزمالك. هتروح فين بعد كده؟ هنشوف ماتش بكره، هنرجع تاني ونقول اللعيبه عليها دور كبير جدا. وفييرا اللي كل ما تيجي تتكلم حد يقول لك ده البروفيسير، انا مش عارف على ايه يعني. ليه؟ ده دوره الايام دي، دوره. مع ان انا عارف ان هو دلوقتي هو بيقضي واجب، هو كده كده ما يفرقش معاه ان هو يكمل ولا ما يكملش. هو راجع عشان ياخد بقيه التعاقد بتاعه بدل الشرط الجزائي اللي نادي الزمالك مش عارف يدفعه، ويمشي خلاص. فيقع نادي الزمالك، يقف مش عارف ايه المشكله، عادي. فده دور. انا مش هتكلم على فييرا كده كده ما يهموش حاجه في نادي الزمالك. هو خلاص كلها كام شهر ويمشي، وهو هيعتزل التدريب اصلا، سنه مش هيسمح له ان هو يكمل في حاجه تاني. ده دور العقلاء في نادي الزمالك ودور القائمين على الفرقه في نادي الزمالك، ان هم يحاولوا ان هم يفوقوا الفرقه. نتمنى ان احنا نشوف حاجه تانية الفتره الجايه غير المتوقع النفق المظلم. انما نتمنى ان احنا ما نشوفش الكلام ده الفتره الجايه لنادي الزمالك. وده يعني شيء من جوايا انا. وهرجع واقول انا مش هخفي اهلاويتي، بس انا ما اتمناش ان انا الزمالك الاقيه درجه تانية او ما بينافسش الاهلي على البطوله. ملهاش طعم، ملهاش طعم. نتقابل بكره بعد الماتش، بكره بعد ماتش الزمالك وبيراميدز، نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، ونتكلم بكره نشوف ايه اللي تم، ونشوف الجديد في موضوع رئاسه نادي الزمالك، ونتكلم عن الماتش بكره، نحاول نحلل الماتش بكره، ونشوف اللي حصل في المواجهه، وبناء عليها نبدا نتكلم نشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك. شكرا.